ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه من امبارح للنهارده؟ يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. يعتبر ما عملتش حاجه النهارده قد كده، البيت كان نضيف. حبيت اوريه لكم في الاول، بس قلت ايه اصور لكم برضو اللي احنا هنعمله النهارده. ادي الصاله كانت ما فيهاش حاجه. هي ناس كانت زي ما انتوا عارفين امبارح كانت مخلصه كل حاجه، فما حدش ما حدش يعني عمل في الشقه. احنا لما خلصنا بالليل وطلعنا فوق ما حدش عمل حاجه في الشقه، يعني فضلت نضيفه زي ما هي. فقلت برضو اوريكم ان احنا كنا ماشيين ازاي النهارده. بوريكم لما نزلت من تحت كده من فوق كده على الظهر كده. دي الحاجة دي كانت نظيفة. العيال اللي كانت في الدروس، ما كانش عندنا النهاردة مدرسة. اللي في الدروس بقى حبيت اوريكم بس ايه. الشقة وهي نظيفة، اللي انا ماسكة عاملاها كده. الشقة الصالة كانت خلصانة اهيت، والأوضة كانت خلصانة. احنا ما كانش عندنا مدرسة فما حدش كان نايم هنا. اللي كان بس بيدخل يقعد لما كنت بدخل مكة بس تنام او حاجة وخلاص. ما كانش في حاجة مش مترتبة ولا حاجة يعني. كل حاجة كانت زي ما انتم شايفينها كده، مترتبة جميلة. حتى أنا المرايات دي بقالها يجي أسبوع أو أكتر، لأن احنا ما حدش يعتبر بينام عليها. بس بننفضها بس وكده. بننفض بس التراب اللي عليها وخلاص بتبقى نضيفة يعني. تعالي يا رماس، تعالي تقولهم ايه. ازيكم عاملين ايه رأيكم بقى في الترويق بتاع امبارح ما انا وبقولوا لسه بقول لهم دلوقتي ان انت من الحاجة ديت من ساعة ما انتوا كنت عاملاها امبارح ومروقاها امبارح. قلت لها اسألهم يا ماما. هي انا سألتهم يا رماس، قالوا ترويقها جميل. بيقولوا ترويق رماس جميل. بتقول قول لهم ان الترويق بتاع امبارح انا اللي كنت عاملاه. ما قلت لهم انا ما عملتش حاجه النهارده، نزلت لقيت الشقه زي ما هي نظيفه فحبيت اوريها لهم. هدخل انا بس ايه على المطبخ كده. حتى مش هعمل والله حاجه كتير النهارده، بس قلت برضه اصور لكم احنا بنعمل ايه يعني النهارده. لما نزلت لقيت الشقه كده قلت بدخل اعمل لنفسي بقى افطر. كنت عملت لهم هم قالت لهم بيض وجبن وحاجات من دي اللي هم بيفطروا بيها، وعملت لي انا كوبايه شاي باكل بسكوت شوفان بس. احنا رجيم بقى، قلنا رجيم بقى. كنت هوريهولكوا دلوقتي. بس ما فطرتش انا حاجه غير كده. كانت كوبايه الشاي دي بس، وقطعتين البسكوت الشوفان دي بس. وما اكلتش بقى حاجه معاهم حاجه غير ساعه الغدا بس. حطيت لي 6 او 7 معالق كده في طبق وكلتهم بس. من اللسان العصفور اللي احنا هنعمله اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بس انا بقى كنت دخلت بقى المطبخ كده، كنا قرب العصر كده. اول حاجه انا هعمل لسان العصفور بالكبد والقوانص، عشان العيال ما بيرضوش اساسا ياكلوا الكبد والقوانص. واللسان العصفور برضو بيمرروا عم ياكلوه، فحبيت اعملهم الاتنين في واحده بس. ما اصل الكبد والقوانص دي فراخ ماما كانت مربياها، والحاجات دي نظيفه. حتى انا محطوطه بس في الفريزر كده وزحمه الدنيا وخلاص. قلت لها هطلعها اعملها وخلاص. كده كده كان باقي طبق من المكرونه بتاعت امبارح والجلاش وكده. سخنته في الاخر وخلاص. ايه اللي رماش، لان رماش ساعات ما بترضاش تاكل لسان العصفور يعني الكبده قوي. ده كان كوبايتين لسان عصفور، وصراحه طلعوا كتير جدا. انتي قللي. انا ما كنتش عارفه ان هم يبقوا كتير كده، لان لسان العصفور ده ما كانش عندي اكياس، فكنت جايبه نص كيلو وسايب كده. خدت منهم كوبايتين وكان باقي تقريبا نص كوبايه. خدت كوبايتين قلت بقى دي اكيد الكوبايتين قد الكيس او كده. انا كنت بعمل الكيس اقل من الكيس شويه لما كنت بعمل الطاجن ده اللي هو 400 جرام. ده بقى كان سايب، فما عرفتش حد اعمل ايدي يعني. حمريهم كده. بصوا ما تكتروش زيت يعني، معلقتين 3 بس زيت في لسان العصفور. وتحطي مع الكبده وانت بتعمليها معلقتين 3 برضو، بس علشان انت لو هتاكلي منه وانت مقلله اكلك او بتاكلي بطريقه صحيه او كده. الخمس 6 معالق يبقوا متوزعين على الصينيه كلها، فانت يعتبر ما اكلتيش حاجه. كده بس سخنته حمرته كده لسان العصفور وركناه. هعمل هنا في الطاسه دي في الوك كده الكبده. بصوا 3 4 معالق بس. مش هعمل الكبده، احط البصل الاول. دي كده يعني قد بصلايه كبيره او 2 متوسطين. ما كترلهمش برضه لو هما مالهمش في الحاجات دي، دوبك بس يتشوح معاكي كده. هسيبها بقى دلوقتي شويه، لان انا كنت انا بحب اسلق القوانص شويه. اديها سلقه شويه. ما يعني لما بحطها في الاول كده مع الكبده لو فيها تكه كده ما بيرضوش ياكلوها. فبحب اسلقها بس الاول كده. كنت انا بقى طفيت على البصله سبتها شويه. قلت اما القوانص تتسلق يعني شويه. رحت انا بقى هنا قلت هعمل ايه بقى مع الطاجن ده. قليت بتنجان، قليت كوسه، جبنه شيبسي، حاجات من دي. كانت البطاطس خلصانه معايا، مكنتش عايزه اجيب شيبسي بس جبت عشان كانت خلصانه. قطع كده البتنجان حلقات متوسطه كده. هنقليه ونعمل له تتبيله في الاخر كده تاكل يعني اكله تاكل يعني. اللي عايز ياكل لسان العصفور بالكبد والقوانص ياكل. واللي عايز ياكل الحاجات ديت بالعيش ياكلها عادي. مش عارفه انتوا بتقلوا الكوسه عندكم برضو؟ يعني عندكم القليه بتاعه الكوسه كده ولا احنا بس؟ انا بحط طبق واحط عليها شويه ملح واكمل الباقي واحط عليه برضو شويه ملح ينزل الميه بتاعته شويه. بعد ما تحطيش الدقيق او النشا في الاول كده، لا اركنيه شويه كده ينزل الميه شويه، وبعدين بحط عليه الدقيق او النشا هيمسك فيه. اللي عندك بقى. هنا ركنته بقى كده وجبت الكوسه كده، بس المفروض تبقى كوسه اكبر من كده شويه اللي بتتقلي، بس دي بقى اللي كانت موجوده عندي. حتى انا حسيت ان دول كتير ما عملتهمش كلهم. بصي اعملها بالطريقه دي كده بالسوم كده كده. كده يعني الكوسايه على 3 أو 4 على حسب حجم الكوسايه اللي عندك. قطعها شرايح كده.
وتقليها. لو برضو ما جربتهاش قبل كده جربي في كوسايه واحده او كده وانت بتقلي بتنجان او حاجه وشوفيها، بس خدي بالك هي ما بتاخدش وقت عشان ما تسيبهاش تتحرق منك، يعني ما تفكرش ان هي تاخد زي البتنجان كده. حسيت ان هما كتير قوي برضو، لما قليت دول برضو كانوا كتير قوي، انا سبت التلاتة اللي هناك دول بس برضو دول طلعوا كتير قوي برضو. حط دول كده بقى. شوف هتعملها تتبيله كده عشان تخليها حلوه. جيبي لها نص معلقه توم كده مفروم، وشويه ملح وشويه كمون. امم وشويه كمون او كزبره وكزبره الاتنين تقريبا، او كمون وكزبره. لا ده زعتر، لان انا بحب الزعتر مع الكوسه والبطاطس والفراخ. قلبها بقى كده تتبيله حلوه كده، كانهم بقى كده كان البتنجان يعتبر نزل ميته، ترش عليه بقى شويه دقيق كده، قلبيه بقى كده واحده واحده كده. واقليه انا بقى. هنا كان لسان العصفور مركون اهو متحمر، والبصل اللي انا مشوحاه، والحله الحمراء اللي ورا الصغيره دي كنت انا بسلق فيها القوانص زي ما انا قلت لك، بسلقها شويه بقطعها مكعبات صغيره كده واسلقها شويه. هنا البتنجان ياخد لون، بص ما تطلعيش البتنجان ابيض وتقولي خلاص كده بقى كويس، لا. كل على فكره ما الحاجه اتحمرت ما بتشربش معاكي زيت قوي. هنا بقى كنت بعمل التتبيله بتاعه البتنجان والكوسه. بحط كده نص معلقه توم او معلقه، شوفي لو انت بقى مفرزه التوم حطي نص معلقه، لو انت هتقشري اعملي نص راس كده ادقيها. بقلبها كده. وتوم يعني ايه، انا دايما التوم احط معاه كزبره ناشفه. هنا كنت جايبه المصفى ده عشان اطلع فيها البتنجان والحاجات دي، بحب اطلعهم في مصفى. المفروض نطلع اطلع في مصفى ستانلس او حاجه علشان ما تطلعش بس هي كانت تحت او في الحاجات، فما رضيتش اطلعها، طلعت دي كانت قدامي عشان بس البتنجان ما يتحرقش مني. حطيت هنا على التوم شويه كزبره، ومقطعه طماطميه واحده مكعبات كده، وقرن فلفل واحد. ما نزلتش بالخل ليه؟ عشان لو نزلت بالخل في الاول الحاجات دي مش هتدبل معاكي. تبليها الاول شويه كده وبعدين ننزل بالخل، شويه ملح بس كده وشويه كمون وننزل بالخل. انا نسيت احط لها ليمون، انت بحط لها ليمون. كده اطلع البتنجان ده وانزل بالبتنجان التاني. وال... والتتبيله دي كنت وطيت عليها، هوطي عليها تدبل شويه. تدبل شويه، تك انت على الطماطم بالشوكه كده او المعلقه، هتبقى ممتازه معاكي. بص كده، تحسي ان هي اتسبكت كده، بقت الطماطم خلاص دبلت معاكي بقت كويس. انزل عليها بقى بمعلقتين التلاتة خل، قلبيها بقى تغلي وتطفي. بس كده تغلي معاكي كده، هتطلع لها شويه كمون وشويه الملح. مش عارفه انا حطيتهم في الاول ولا لسه هحطهم. ما تكتريش قوي برضو، لان انت تبقى حاطه على البتنجان والكوسه ملح في التتبيله. بس كده انا بوريك انا طفيت عليها خلاص بقى، خلصت كده البتنجان، انزلي بالكوسه بقى. بس بتبقى التتبيله بقى ماسكه عليها جميله، ورش برضو عليها شويه دي كده بس بسيط، يعني مش زي البتنجان. حاجه بسيطه كده برضو، وإليها بتبقى مقرمشه وجميله. انا بقى كنت خلاص طلعت القوانص خلاص كانت استوت. حطيت هنا نص معلقه توم تتحمر شويه مع البصله، وحطيت لها شويه كزبره. انزل بقى عليها بالكبد والقوانص، هي كده خلاص كانت متقطعه بقى مكعبات، وكنت حاطه لها معلقه خل في الميه اللي انا بسلقها فيها. وانزل عليها بقرنين او 3 فلفل اخضر او فلفل حامي على حسب ما انت بتحبي، وملح وكمون برضو. لو ما بيحبوش بقى الكبده هياكلوها بالطريقه دي. هنا كانت كوسه بصي اتحمرت معاكم بتبقى جميله، بتطلعها كده برضو في المصفى. حاولي تخفي من المناديل شويه بتاعه المطبخ اللي انت بتطلعي عليها الحاجه، بتطر الحاجه. بصي لونها جميل ازاي. هنا بقى دي معلقه توم ني في الاخر كده، خلاص الكبده خلاص انا هطفي عليها، بحط لها معلقه الكبده النيه دي كده. بقى ده الطاجن اهو اللي احنا هنعمل فيه الصينيه. فاكره ان لسان العصفور، شوفي الكسرولة ما فيهاش اي زيت، انت ما تكتريش لو هتاكلي منه وانت عامله حاجه صحيه ما تعرفي تاكلي. انزلي بقى عليه بالكبد والقوانص اللي انت عاملاها. انا كنت ضاربه 3 طماطمات او 4 بالعدد، انت خففيهم بس عشان انا ضربهم من بدري فتقلوا شويه. كنت مجهزاها من بدري وانا اتاخرت بس شويه، كنت مستنيه القوانص تستوي شويه. قلبهم كده مع بعض. انزلي عليهم بقى ايه بالطماطم دي، كنت انا حاطه لها ملح وفلفل وكده. لقيت حسيت ان هي تقيله شويه، جبت لها حبه ميه وحطيتها. بتستوي جميله، وبيطلع مفرفر وجميل. لو انت ما بتحبيش بقى لو انت عايزه تسبكي الطماطم دي شويه بسبكيها شويه. انا لو جت في بالي على فكره كنت سبكتها شويه المره اللي فاتت وانا عاملاها، كنت مسبكاها شويه. بتخف بقى معاكي وتزودها انت ميه براحتك بقى. كده كنت حاططها في الفرن. دي التتبيله بقى كانت بردت خالص، حطها بقى على البتنجان كده وعلى الكوسه بالراحه. هيطلع معاكي احلى دقه للبتنجان والكوسه ان شاء الله. لو انت بقى مش مشتركه معانا في القناه اشتركي لنا واعملي لنا لايك وفعلي الجرس لو حاجاتنا بتعجبك. قولي لنا ايه رايك في الحاجات بتاعتنا. ايه رايك بقى؟ طبق بتنجان، طبق كوسه، لو انت مش عامله اكل تاني ولا بقى مع بطاطس او فول او كده هيبقى جميل. ده الطاجن اهو كان طلع معانا، بس مفرفر وجميل. والله لو انت مش بتحبيه جربي في حبه صغيره. لو انت مثلا بتعملي مره كبد في طاسه كده، حمري شويه لسان عصفور ودخلوهم في طاسه صغيره كده الفرن.
ده طبق المكرونه اللي عملته عشان خاطر الرماس لو ما كانتش. وجبت لهم بقى شيبسي ان بطاطس بس كانت خالصه. وده الكوسه المقليه، ايه رايك في شكلها؟ ايه رايك في شكل الطاجن؟ لسان العصفور والكبد والقوانص بيطلع متحمر وجميل، ولا عينه من تحت كده ومن فوق هد بسيط خالص. لو لقيتيه خد لون اكتر من ده بقفلي من فوق. لو فرنك هادي يعني عادي سيبيه مولع عادي، بتشمع من تحت ومن فوق، انا ما بغطوش في الفرن. والميه او الطماطم بتبقى يا دوبك مغطياه بس مش كتير قوي، عشان يطلع مفلفل معاك وجميل. الف هنا وشوف على قلبكم. رايكم؟ اعملي بقى بالطريقه دي. والمره الجايه بلاش تعملي الكبده لوحدها كده زي ما بتاكلها في سندوتشات. جربي كده في حبه من دي وحطهم في اصغر صينيه عندك في الفرن. جربي ده وخلي الباقي عادي في طاسه زي ما انت بتعمليه في سندوتشات او اي حاجه. وجربي ده، شوفي اللي هياكله ده ولا هياكله ده، والمره الجايه اعمليه بالطريقه دي. بالكوسه بالبتنجان. تصبحوا على الف خير.